اهلا بكم في برنامج العالم، وتفعلوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن اسامه حسن. يعني اسامه حسن قلت لكم ده واحد بيحقد وبيغل تجاه النادي الاهلي اللي عمل مرض نفسه وعمل مرض نفسي، وعمل مرض نفسه مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه ومنبع للتعصب وفتنه في مصر. طبعا شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي اللي عمل مرض نفسه وعمل مرض نفسي وعمل مرض نفسيه بجد. يعني طبعا هو بيحب ياسر الجلابي كمان طبعا فتنه، وبيحب الترند واللقطه. طبعا اسامه حسن طبعا هو بيتكلم بشع عن النادي الجمهور المحترم، النادي كان بينم عن التعصب فتنه في مصر. طبعا بيقول كله كذب، وافترض ان في حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، في حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح ان عملوا مرض نفسي وعملوا تعب نفسي وعملوا وضع نفسيه بجد. يعني طبعا اسامه حسن طبعا هو ب 100 وش، يمكن هو ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته. في التواصل نافع ومدرس وكده انه بيقرا وبيغل وبيحكي، والشر ما بتجاه النادي الاهلي عمل مشكله عمل عقده من السنين لانه بيقرا وبيغل تجاه نادي الاهلي. طبعا يا فيلم بجد والله العظيم حاجه في منتهى الكذب، وحاجه في منتهى الحقد والغل، وحاجه غير محترمه، وحاجه في منتهى التعصب فتنه. تعالوا معايا كده. مفيش فرقة بتصرف 4 مليار وتخسر 4 بطولات في سنة، بتخسر شعبيتك، بتخسر حب وانتماء لعيبة النادي الأهلي أو جماهير النادي الأهلي، والرعاة بيقلوا. فلما حد يفتح يصدر يقول لك عندي 45 و46 و47. يعني والله عايز اقول لك اسامه حسن الاهلي هيفضل مجننك وهيفضل مربي لك خفيف. اسامه حسن بيقول حاجات اوهام وكلها كذب في كذب. طلع بيقول ان فرقه طبعا بيقول لك فرقه اللي هو الاهلي 4 مليار بيخسر 4 بطولات في سنه واحده، اللي هو ازاي؟ وبعد كده طلع قال لك ده بيفقد من شعبيته، وبعد كده قال لك بيفقد اللعيبه، بيفقد اللعيبه انتمائها للعيبه للاهلي وجماهير الاهلي للاهلي والكلام ده. وبعد كده طلع بعد كده اتكلم قال لك اي واحد يقول لك عشان الدوري 45 و46 كده. عايز بس ارد على حاجه لان هو اصلا يعني هو حافظ له كام كلمتين، لكن هو لا فاهم حاجه ولا عارف حاجه. عايز اقول لك يا اسامه حسن، اول حاجه انت بتقول الحاجه الاولانيه، انت قلت ان الاهلي 4 مليار وبيخسر كده. على فكره العلم ان هو اصلا يعني حافظ كلمتين لكن هو مش فاهم حاجه اصلا. انت مش شرط ان انت تكسب بطولات دايما. تعال بص على انديه بره يعني زي ريال مدريد، جايبين صفقات بالمليارات يعني بالاكثر من مليارات، وخسروا وما خدوش ولا بطوله. فهي كرة القدم كده. طبعا عند اسامه حسن ما يفهمش الحاجات دي. فدي حاجه اولانيه. الحاجه الثانيه بيقول لك بيخسر. وطبعا واتكلم طبعا حاجه مهمه، اتكلم عن الوعاء برضه هكلمكم عليه. طبعا اتكلم برضه قال لك بيفقد شعبيه النادي الاهلي. شعبيه النادي الاهلي بتفضل موجوده على طول حتى لو خسر كام بطوله. شعبيه النادي الاهلي بتفضل موجوده يا اسامه حسن. بعد كده اتكلم قال لك بيفقد من لعيبه انتمائها لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والكلام ده. مفيش الكلام ده. دايما لعيبه النادي الاهلي على قلب رجل واحد، حتى لو خسرنا كام بطوله دايما لعيبه النادي الاهلي بتبقى بتحب النادي الاهلي، وجمهورهم طبعا جمهورهم بيحب النادي الاهلي دايما على طول. طبعا وبعد كده يطلع يقول الرعاة مش هيجيب طبعا بعد كده النادي الاهلي. بعد كده الرعاة دايما على طول اسم النادي الاهلي حتى لو خسران ايا كان او كسبان. اسم النادي الاهلي الرعاة بتاع على طول بتيجي ورا النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي الرعاة بيجوا على طول سواء كسبان او خسران يا اسامه حسن. وطبعا طلع بتقول ان 45 و46، معلش 45 46 واجعينك قوي يا اسامه حسن. هي واجعينك قوي لانك انت معلش واجعينك لانك الاهلي دايما هو دايما زي ما قلت لكم قبل كده فاشل، بيكره دايما الناجح وبيحاول يعرقل الناجح. فاللي زي ده هو مش لاقي حاجه يقولها. فتلاحظوا من كلامه ان هو مش فاهم حاجه اصلا، مش فاهم حاجه. هو حقد وغل تجاه النادي، حافظ له كام كلمتين لكن هو لا فاهم حاجه ولا عارف حاجه. فعايز اقول لك يا اسامه حسن الاهلي دايما هيفضل من ربنا خفيف ويفضل مجننك ويفضل وجعك ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا اسامه حسن قلت لكم هو بيحب ياسر الجلابي كما فتنا وبيحب الترند واللقطه. طبعا اسامه حسن طبعا هو كاره النادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. اسامه حسن اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استني في حلقه بكره برنامج العالمي. السلام عليكم.